السرقة علمته درس أغلى من كل الفلوس. كل مشكلة ممكن يبقى وراها فكرة تنقذك وتكسبك ملايين. القصة بتاع النهاردة بتاع راجل اسمه جيمي، كان قاعد في بيته كده عادي وفجأة اتسرقت حاجات من البيت ومش عارف مين اللي عمل كده. وقتها قال مش هسيب ده يعدي كده. فكر ببساطة ليه ما بقاش في كاميرا صغيرة تبقى على الباب وتصور اللي بيخبط ويحاول يدخل، وفي نفس الوقت تبقى جرس للباب. من هنا طلع فكرة اسمها رينج دور بيل. خد بالك هي مش كاميرا عاديه، ده هي كاميرا ذكيه وفيها مايك وفيها سبيكر وفي نفس الوقت كمان جرس. الكاميرا دي تخليك تشوف مين بره وتكلمه حتى لو انت مش في البيت. هي تبان فكره عاديه بس هو جمع بين حاجتين مختلفين، الجرس والكاميرا، خلى الاتنين مع بعض وحط فيهم كمان سبيكر وحط فيهم مايك. جيمي اول ما بدأ في الجراج واحده واحده والناس كانت مستغربه المنتج، بس اول ما شافوا المنتج جربوه وعرف انه فعلا مهم وبيحمي البيوت، المبيعات ضربت في السماء. وبعدها كمان شركه امازون طلعت تقرير وقالت له ان الفكره دي بتكمل الحاجات اللي احنا بنبنيها، واشترت الشركه دي منه باكتر من مليار دولار. وخلاصه يا حبيبي عم رائد، ساعات المشكله بتخليك تطلع فكره توديك في حته تانيه خالص. والشخص اللي معانا النهارده حل مشكله بطريقه مختلفه تماما. وتابعني لو مش عايز تتسرق يا ابن ابني.